الصهيوني العالمي بتقسيم جزء من مصر وجزء من الأردن يكون الدولة الفلسطينية المحتلة، بدأت الخطوات التنفيذية له مع الأحداث المتوالية، وخصوصا الأحداث اللي بتحصل في سيناء، وخصوصا كمان المواقف اللي بتتم من بعض الحكومات العربية بدون ما نذكرها بالاسم ولكنها معروفة، من دعم ومن محاولة إثارة القلاقل داخل مصر. وبالتالي واجب علينا جميعا ان احنا نقف وقفة رجل واحد، وان احنا نبتعد عن المصالح الحزبية، وان احنا نكرس كل جهودنا ونعرف العالم اجمع ومصر على وجه الخصوص احزابا وقيادات سياسية وافراد الشعب كلهم بالمخطط الاسرائيلي اللي كشفوا لواء احتياط إيجور ليلاند اللي هو مستشار الامن القومي الاسرائيلي في نهاية 2009 عن الوطن البديل. وحصل ان الوطن البديل لما الوثيقة اتنشرت ان حصل مناقشات على هل الاردن بتوقيعها لاتفاقية السلام مع اسرائيل وهتكون جزء منها الوطن البديل. نمرة 2، هل ما هو تعريف الاردني وما هو تعريف الفلسطيني؟ حصل مناقشات كثيرة في الاردن وحصل انزعاج كثير من هذا الموضوع، ولم نتنبه كثيرا لقيام الثورة في مصر في 2010. ولكن بعد الاحداث الاخيرة ووجود المراحل التنفيذية المتتالية، ما يحدث الآن خطوات تنفيذية، ما يحدث الآن خطوات تنفيذية في مشروع غزة الكبرى، وهناك بدائل واحتمالات هنتحدث عنها تماما. ولكن اسمحوا لي أن أقدم لكم اثنين من القادة العظام، سيادة اللواء أركان حرب طيار أركان حرب محمد زكي عكاشة، وسيادة اللواء أركان حرب أحمد رجائي عطية. الحقيقة أنا لم أحضر الحرب وأنا تلميذ للقادة، وهقول هذا تعريف بسيط. الناس دي القادة دول اللي حاربوا ودمهم سال على أرض سيناء 56 و 67 بالنكسة السياسية اللي حصلت 67 وفي انتصار أكتوبر وما يلي وما سبق انتصار أكتوبر من حرب استنزاف، قضوها قضى سيادة اللواء أحمد رجائي وقدموا بعمليات خلف خطوط العدل وحرب استنزاف طويلة، وقضى سيادة اللواء محمد زكي عكاشة بطلعات جوية ايام حرب الاستنزاف والقوات الجوية مكسورة. الناس دي لما تتكلم عن سيناء يبقى هم احق ناس يعرفوا سيناء ودافعوا عن سيناء ويعرفوا معنى ايه الدم في سيناء، مش اللي جاي تحت اي مسمى وتحت اي فكر يضيع سيناء. وانا مش هقول غير كلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضيع تراب مصر وحته من ارض. قدر شكري اساسي اللقاء الجميل ده، نخبه جميله اللي انا قاعد في وسطيها، وارجو انه ما يكونش لقاء وينتهي، لان اللي احنا بنناقشه موضوع ضخم جدا وموضوع خطير جدا. استاذ احمد الحقيقه في المقدمه قال كل حاجه عن موضوع غزة الكبرى، ما ادناش فرصه ان احنا نقول اي حاجه يعني بعدين. انما احنا هنتكلم، انا شخصيا هقول بعض حاجات وهربطها باللي موجود دلوقتي. يعني احنا مش ممكن وزير خارجيه امريكا كونداليزا رايس من اكثر من 10 سنين كانت الفوضى الخلاقه، ونجحت هذا التعبير واتعمل عليه كميه تريقه
كوميديا غير طبيعيه. وللاسف ما حدش فينا خد الموضوع بجديه. الناس ما تهرجش، الناس دي على طول اي حدث يحصل هم جاهزين يتعاملوا معاه على طول، يدرسوه يحللوه يطلعوا النتائج الايجابيه والسلبيه ويبتدوا يشتغلوا. فمحدش ربط بكلمه كنت لسه رئيس في الفئه اللي تفضل الخلاق. وجينا بعد كده الثورات العربيه اللي بدات في تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم حاليا سوريا. قبلها كان في الحكم الاسلامي في السودان، كانت نتيجته تقسيم السودان. ده بالمختصر كده. اللي بيحصل بقى دوت اعتقد يعني ما حدش يختلف على ان دي هي الفتره الخلاقه اللي كانت متوتره وتخطط من قبل الغرب واسرائيل. مفيش عندهم وضع احسن من كده اطلاقا. دول متشرذمه متفككه جاهزه لاي حاجه تطلب منها. انظمه حكم بتيجي بمباركه من امريكا واسرائيل، فبالتالي يبقى عليها انها تدفع الثمن. وده اللي حاصل بقى عندنا دلوقتي اللي انا حضرته ويبقى يعني في سيناء. سيناء زي ما قال الاستاذ احمد مشروع سيناء كله حوالي 24 كيلو حالات كلها. يعني الجماعات الجهاديه اللي موجوده دي دول مش من ابناء سيناء ولا يعني. اللي بيشتغلوا دلوقتي جوه سيناء دول مش من ابناء سيناء. بدليل الثلاثه اللي قتلوا داخل الحدود الاسرائيليه ومن اساسهم 2 منهم من المنوفيه. يعني عملوا لهم جلسات، يعني كانوا من المنوفيه لما اتعملت الجلسات اهالي وعملوا جلسات. فموضوع الكلام ابناء سيناء ده انا برفضه تماما، لان ابناء سيناء ناس شرفاء ولهم يعني تاريخ محترم جدا في النظام مع هذا الوطن. كون ان فيهم تاجر حشيش او تاجر سلاح او الوادي مليان تجار حشيش والصعيد مليان تجار سلاح، الموضوع ما ينسحبش اطلاقا على ان ايه كلمه اهل سيناء عندنا تبقى على طول تاجر سلاح او تاجر مخدرات. ومن فضلكم كلكم كتاب وصحفيين نزيحوا ونشيد ونمحوا هذا التعبير اللي اتسق فيه عهد حسني مبارك لمده 30 سنه. الناس دي ما تستاهلش اللفظ اللي هنقول عليهم دايما ده. فاللي موجود دلوقتي دول جماعات جهاديه من مختلف الحتت بقى، سالت العائدين من افغانستان اللي هم الكوادر اللي اتدربت هناك بقى وخلصت لان امريكا تسطت الموضوع بتاع طالبان هناك بقى مقتل بن لادن، واصبح هناك وجودهم مقيد ومحدد جدا. ما حاولوا يروحوا اليمن ما عرفوش يعملوا حاجه في اليمن او فشلوا، فالمراكز الاخير بتاعهم هنا في مصر. ومصر جايين يعملوا دور وينفذوا اجندات واضحه جدا عشان موضوع استقطاع سيناء. اظن مفيش خلاف عليه دلوقتي. يتراجع النهارده اللي بيقاوم الحكم مش ممكن يعني حد يخلي واحد من قوم الحكم بتاع القاهره يروح يضرب الناس ويقطع. ده راجل يعني عارف كويس هو بيعمل ايه. الاجندات اللي بتشتغل اجندات مدروسه كويس قوي، اجهزه مخابرات على اعلى مستوى. التنظيمات اللي موجوده اللي في سيناء دي اللي مزيدها 5000 6000 واحد دول مخترقين اكيد يعني. ده حاجه يعني زي ما احنا شايفين بعض دلوقتي، هذه التنظيمات مخترقه تماما. وعي امر واحد، انما هم مخترقين وبينفذوا الاجندات وفاهمين ان هم دفاع في سبيل الله وفي اللي بيقبض وعارف وبيقبض وفي كله يعني. انما في النهايه المجموع ان اللي بيحصل ده تخطيط اجنبي. الوقعه الاخيره بتاعه رفح هي مقتل ال 16 عسكري والضابط المصريين. دي كانت وقعه كاشفه تماما لحاجات كتير جدا. اولها واخطرها واللي انا يعني حزين جدا عليها كشفت الجيش المصري. كشفت الجيش المصري لما دول بالمهمه وملايين المقتلوا ما المصريين هتموتوا هيعملوا ايه؟ دي اول حاجه. هم استطاعوا من اجراءات بعد كده العمليه نسر والعمليه فهد والعمليه على كل حاجه شغاله ولا اسم كده. لغايه النهارده عمليه نسر كل شويه يطلع المتحدث العسكري يقول الوضع مستقر تحت السيطره على الارض، مفيش حاجه خالص طبعا. وهم يشتغلوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. فدي اول حاجه كشفت موقف الجيش المصري وقدرته. الجيش المصري العسكري اللي واجه الدبابه الاسرائيليه 16 ساعه و20 ساعه في صدره
مش عارف النهارده يواجه عربيه 4x4. الموقف كان كاشف تاني لحاجه مهمه جدا اللي هي التعاون الاسلامي ما بين المنظمات وبعضها. وبحاول حضرتكم 3 اسطر كده نعرف الناس بتفكر ازاي او بيخططوا ليه. احد قيادات الاخوان في مصر يقول السياده الوطنيه مجالها نطاق حدود الدوله. لكن هل معنى السياده الوطنيه انفصال الدوله وعزلتها عن محيطها العربي والاسلامي؟ كلام يعني جميل جدا وركيك. لا يشغل العلمانيين حدودنا فقط. المفهوم العلماني للدوله يقطع اي انتماء للدوله خارج حدودها الجغرافيه. وهي بالتالي ضد مفهوم وراح جايب بقى الايه عشان ما حدش يقدر يتناقش وان امتكم هذه امه واحده. وهو بيتكلم على امه مش على دول. الحدود عنده ما تلزموش الكلام كله حماس اخوان، يبقى انا من الحماس على طول. ما عندوش هو قضيه فلسطين مش شغله دماغه خالص طبعا، لان قضيه مصر نفسها مش شغله دماغه يعني. فده الفكر اللي احنا النهارده بيحكمنا وبينفذ المخططات زي ما قلت والاجندات المعموله. انا هختلف مع الاخ محمد الراشد اللي قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، مش حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا هنقف وهنقاوم وهنواجه الناس دي، لان مش ممكن نسيب سينا وطيب مننا واحنا احياء. احنا في 27 كده موازننا احنا كسبنا في استنزاف 500 يوم قتال والحرب 73، لان احنا خرجنا من 67 واحنا الجيل بتاعنا كله يقينا ما كانش ينفع نعيش ونشوف مصر تنزل تاني. ما كانش ينفع نموت عشان قبل تتنزل. فهو ده اللي هيحصل دلوقتي. ما ينفعش نعيش وسيله بتتاخد مننا، يبقى ما نستاهلش الحياه. وانا بطلب لحضراتكم، انا عامل وبدل انا مخاطير طرق مش انا واحد يعني. ان شاء الله السبت الجاي يوم 17 قدام نصب التذكاري للجندي المجهول، الجندي اللي مات عشان سينا. رايحين تحت شعار حتى نستطيع سينا. فأرجو الدعم من حضراتكم.